ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو جديد النهارده، روتين يوم سفرنا. بصوا بقى، انا اكتر لحظة بحبها يوم السفر اول ما بوصل عند البوابات اللي هي بتاعت الاستراحة دي، ايا كان بقى رايحة مرسى مطروح، رايحة اسكندرية. بقى اول ما باجي عند البوابات دي انا الواحد بيحس كده احساس غريب، يعني احساس حلو. المهم احنا خلاص بقى كده. طبعا انا الفيديو اللي فات انا حضرت معاكم شنطة السفر وايه الحاجات اللي لازم ناخدها معانا، وايه اهم الحاجات ولازم ناخد معانا ايه، وحاجات كتير قوي لازم تبقى معانا في المصيف. تمام. خلاص بقى كده احنا وصلنا، مش وصلنا بقى، قربنا نوصل اسكندرية. قلت بقى اخد كده من اول جولة كده معايا من الاول خالص. طبعا احنا مشينا، اول ما مشينا بالليل وخلاص كده بقى احنا وصلنا للقرية زي ما انتوا شايفين كده. ده كده مدخل القرية. القرية دي في اسكندرية زي ما قلت لكم. هننزل بقى وهننزل بقى الشنط ونطلعها وكده ونظبط الدنيا، ونشوف اليوم بتاعنا النهاردة في أول روتين لينا في المصيف هيبقى ماشي ازاي. تابع الفيديوهات وإن شاء الله هخليكم تصيفوا معايا أول بأول، وهتبقى فيديوهات حلوة قوي 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 قوي. يلا نقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة كده طبعا أول ما وصلنا ونزلنا الشنط والحاجات بتاعتنا، رحنا جبنا عيش من الفرن. أنا بحب العيش بتاع اسكندرية ده قوي، بعشق العيش ده. كان معانا البطايق اللي هي بتاعت العيش اللي بنجيب بيها في البلد عندنا، ورحنا جبنا بيها اول حاجه كده، جبنا بيها العيش اللي انتوا شايفينه ده. زي ما بنجيب عندنا في البلد بنجيب هنا. يعني البطايق دي يا جماعه بتبقى شغاله في المصايف من اول شهر 7، قبل كده ما بتبقاش شغاله. تمام. رحنا جبنا العيش وجيت بقى كده ايه فرشته زي ما انتوا شايفينه كده اهو. ويدوب اول ما هفرشه كله مش اول ما اخر رغيف انا هفرشه هرجع الم اول رغيف انا حطيته، لان هو ما بياخدش وقت خالص ان هو يبرد وكده زي العيش البلدي بتاعنا. عايزه اقول لكم العيش ده من اجمل العيش اللي الواحد ما بيزهقش منه، مع انه سبحان الله الرغيف رقيق قوي بس بيشبع سبحان الله. نفسي بجد يعملوا عندنا في البلد فرنه زي دي كده، اتمنى والله العظيم. خلاص كده بقى ايه، انا هلم العيش وهحطه في شنطة وهنزل اجيب فطار عشان خاطر نفطر بقى. تمام. بعد بقى ما فطرنا وشربنا الشاي دخلنا بقى ايه، اتقتلنا كده نوم لان ما كناش نمنا اصلا من امبارح. نمنا وقمنا بعد كده عملنا اعمل الغدا. تمام. عملت ايه، طبخت بسلة. تمام. وحمرت جنبها رز وعملت فراخ. تمام. الفراخ دي انا كنت منضفاها ومظبطاها بقى وغسلها ملح وليمون وخل ومظبطاها كده وجايباها معايا عشان اول ما اجي اطبخها هنا. تمام. طب ما جبتش ليه من هناك من البلد؟ عايزه اقول لكم ان انا عشان ما حست نفسي السنه اللي فاتت جيت ما كنتش عامله حسابي في حاجه زي كده. جيت بقى طب انا هعمل اكل ايه، طب ليه، طب فين، طب مش عارف ايه. كانت الدنيا بالنسبه لي كانت في اول يوم ده كانت صعبه قوي. لكن انا من وانا في البلد انا قلت انا هعمل كذا. انا جايبه معايا البسله والجزر متفرزين وجايبه كيس الصلصه. لا يا ربي، انا مش جايبه كيس الصلصه، انا يا دوب خدعت. اللي هو انا عملت البصله والطماطم وسبتهم يتسبكوا وحط عليهم ايه الحاجات التانية. والفراخ طبعا انا جايباها معايا مغسوله وزي الفل. يا دوب حطيت الميه والحاجات بتاعتها والسلقت. فانا ابقى مظبطه حالي كده ان انا جايه عارفه انا هعمل ايه، غير ما اجي بقى هنا كده وابقى ايه مش عارفه هعمل ايه. تمام. خلاص بقى اتغدينا وكل شيء تمام. هنا المنشر بتاع الشقه لقيته مكسور، فحبيت اعمل فيها بقى 7 رجاله. ورحت جايبه كده ايه حبه اسمنت. انا عارفه ان انا المنشر من وانا في البلد انا عارفه ان المنشر مكسور، فكنت جايبه له معايا اسمنت. اذا انت عارفه، انت تاخد الشقه دي يا جماعه، الشقه دي تبعنا يعني بتاعتنا. فانا عارفه ان انا جايه وهلاقي المنشر ده كل سنه باجي الاقي المنشر مكسور وبنعمله الحمد لله يعني. يعني انا عملته كده باسمنت، بس الاسمنت ده كان عايز عليه حبه جبس، فالحمد لله يعني ما ربطش الحمد لله، وفضل مكسور زي ما هو. ده الكلام ده امتى بقى؟ بعد ما قمت من النوم طبعا انا طبخت وعملت الكلام ده كله، كان حوالي كان ايه قرب بعد العصر كده.
تمام. بعد كده بقى الهدوم بقى بتاعتنا، دول شنطتين. تمام. مسكت بقى الدولاب، فضيته، كان عليه كذا حاجة كده في قلبه كذا حاجة، رحت مفضيهم ورحت رصة الهدوم بتاعتنا عشان تبقى سهل بقى عليا. ممكن اسيبهم في الشنط بس ما بحبش لا كده. انا فضيت الدولاب وايه ورصيت فيه الهدوم، شلت الحاجات دي كلها ورصيت فيه الهدوم، كل رف كده حطيت عليه هدوم حد عشان يبقى سهل ان انا اجيب وادور، يعني ما اقعدش ادور بقى على حاجة كتير. لا انا برص الهدوم على بعضها واللي انا عايزاه بشده اول باول كده واروح ايه واخداه يعني. كده خلاص انا رصيت الهدوم زي ما انتم شايفين كده اهوت، وسهل عليا ان انا اجيب الهدوم اللي انا محتاجاها بسهوله جدا. تمام. عكس ما اكون بقى ايه في الشنط بقى الفاضيه، انا مش هعينها، لا انا بحطها كده في مكان، والهدوم اللي احنا بنقلعها مش نظيفه بروح حطها فيها على طول. عقبال ما الهدوم النظيفه بتخلص بتكون الشنطه ايه متعبيه هدوم، ايه الهدوم اللي احنا قلعناها. تمام. بعد كده بقى عايزه اروق بقى كده الاوضه، واشيل بقى الملايات دي واحط الملايات اللي انا جايباها. تمام. زي ما قلت لكم طبعا الفيديو اللي فات، انا بشيل الملايات الموجوده وبحط الملايات بتاعتي اللي انا جايباها. تمام. مع ان زي ما قلت لكم من الشقه بتاعتنا كده كانت خلاص. انا رتبت بقى السرير زي ما انتم شايفينها كده وفرشتها، الفرش اللي انا جايباه. آه يعني عايزه اقول لكم ان الواحد ما بيعرفش ينام ويستريح كده غير بصراحه، هي بصراحه يعني على فرشته اللي هو هدومه فرشه مكانه كده يعني بمعنى اصح. تمام. خلاص بقى كده خلصت الاوضه دي. هبدا بقى كده ان انا ايه هكنسها وهمسحها وتبقى الاوضه دي خلصت. الدولاب رصيته، السراير فرشتها وخليتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وهكنسها وهمسحها بس كده ايه في السريع كده على طول. تمام. عايزه اقول لكم ان اللي على حرف السرير ده صب، كنت مشغله كده بقى ومشغله اغاني ومظبطه الدنيا. خلصت الاوضه دي هتنقل بقى على الاوضه التانية. هبدا برضو ان انا هشيل بقى الملايات وهظبط بقى برضو الاوضه كده زي ما انتم شايفين، وهفرش برضو حاجه ملايه تانية برضو من اللي انا اللي جايباهم. تمام. عايزه اقول لكم ان الشنطه كانت واخده، انا يعتبر 3/4 شنطه من الشنط اللي انا جايباها فيها فوط وفيها ملايات وفيها برانس للعيال. كده خلاص انا خلصت الاوضه دي زي ما انتم شايفين كده وفرشتها دي كمان اهيت. آه مش عارفه، بحب كده الفرش بتاعي مش عارفه ليه. المهم الترابيزه دي انا برضو ايه مش هسيبها كده، هفرش عليها حاجه. مش هفرش عليها مفرش بقى، هو كيس مخده او كيس خداديه بتاع السرير، فانا ما عنديش حاجه فالجيش قال لك اتصرف، فحطيته كده عليها كده كنوع من التغيير يعني وكده، واحس ان انا عملت انجاز في الاوضه. فخلاص بقى كده دي كده كل الملايات والحاجات اللي انا شلتها هغسلها بقى عشان لما اجي ماشيه اروح ايه فرشها، اشيل حاجاتي وافرش الحاجات دي. تمام. كده اهو زي ما قلت لكم انا بقى حطيت كل الحاجات بتاعتي هنا، حطيت بقى الصنبلوك والزيت ودواء بتاع ولادي والفرشه والشاحن وبرشام بتاعي والنضاره، حاجات كتير يعني مزيل العرق، كل الحاجات اللي هي الشخصيه ده الصب اللي انا بقول لكم عليها اهو. شغال هنا كده بقى ايه مشغله كده على حبه اغاني، ممكن شغاله على القرآن حلو يعني، حجمه صغنن كده وجميل. والأوضة دي برضو خلصتها كده وكرستها بقى كده واتمسحت وبقيت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزه اقول تحت السرير دي حاجه كده بتتنفخ يعني كده، اسمها السرير اللي هو بيتحط على في البحر ده والناس بتنام عليه. المهم بعد ما خلصت بقى كده بكام جيت ايد هنا المقص؟ كانت الفرشه اتكسرت، فالمهم طب قلت ايه انا الفرشة هطلع اجيب مش الفرشه المقشه اتكسرت، فانا قلت انا هطلع كله ايه زي اجيب بعضه؟ مقشه من بره. طب فطلعت تعالي جبت هنا ايه يا سلمى. اشتريت مقشه من هنا كده ب 35 جنيه، بس انا كان عندي الايد بتاعت المقشه التانية. فالمهم انا عايزه اشتريت اقل فرشه حاجه لان بس هي لسه ب هنا 20 وهنسيبها. جنيه تمام. عايزه اقول لكم ان دي الاسعار بكام؟ هنا قد تكون هي زي عندنا في البلد بالظبط، ويمكن يعني ارخص كمان، ازاي مش عارفه، مع ان المفروض تبقى اغلى. وجبت كمان زيت صابون وجبت سلكه وجبت شامبو، بس ايه؟ طب هاتيلي ما 5. صورتهمش يعني. الاسعار حلوه قوي. معاكي فوطه الشامبو كيس صغننه. بجنيه ونص، ده فيه 3 طب ب5. كم قالت لي كم عشان يعني معيش كيلو تاني، فانا مش تلاتة؟ عارفه المفروض
انا قلت لها طب اديني 7 ب10. انا قلت لها انا عايزه ب10 جنيه، قالت لي 1 جنيه ونص تاخدي 3 ب5. ما اطلعش انا بقى نصح واقول لها اديني، طب اديني 7 ب10. مش عارفه، ما جاتش في دماغي غير بعد ما خلصت.